هلا والله شباب، شلونكم؟ مرحبا، اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعتكم بفيديو جديد وفيديو سريع، فيديو ما راح تشوفوه لا كذب. هذا اللي اخذت هاي الفكره من قناه هاشم عامر، يعني اكيد كلكم تعرفوها. شفتها هذا من بيتي جيش بالكيري ماكس، قررت اخذ الاستراتيجيه واجربها. قبل كل شيء احب اشكر الاشخاص هذول التعليقات، واحب اشكركم جميعا على اللايكات، على التعليقات، وحتى على الاشتراكات. فديتكم يا احلى متابعين، فديتكم يا احلى اصدقاء. هذني افضل 5 تعليقات، كلهم التعليقات اللي تكتبوا لي اياها زميلات، بس هن التعليقات اللي جلبن انتباهي. وان شاء الله كل فيديو راح اختار كم تعليقه طلعه بدايه الفيديو او بدايه الحلقه القادمه. شكرا لكم من اعماق قلبي، ولا تنسون ضغطون لايك، وقفوا الفيديو وضغطوا لي لايك. الصراحه دا انصدم يوم عن يوم، دا تشتهر قناتي اكثر واكثر. هذا بفضل رب العالمين وبفضل دعمكم لي. اسف على الفيديو اللي راح مال ابرز لاعب معلومات حول الدرع الاسطوري. الانترنت كان عندي ضعيف وما راجعت وراه، لان صدق لعبه نفسي هوايه عدت على الفيديو. اخر شيء نزلته راسا، انا اعتذر. اليوم ويانا تحدي ما له حل، مو تحدي بس انا دا اتحدى نفسي. نعم، قررت اتحدى نفسي، اشوف امكانياتي اللي عندي. ايش راح اسوي اذا هجمت بجيش من الفالكيري فقط؟ نعم، لاحظ الجيش اللي انا مسوي. 27 فالكيري، 2 مفجرين، الدعم مالتي 3 فالكيري ماكس و3 مفجرين ماكس. طبعا ملك ما عندي، ملك بالتطوير. الملكة ليفل 18، بويزن بالدعم، واني جايب بويزن. عندي جامب وريج وانعاش او هيلس بيان. راح اختار قرية لا على التعيين، ممكن قرية اطلعها قدامكم واهجم عليها، وممكن انا اختار خصم وبعدين اشوفكم الهجمة لايف. الفكرة من هيك تحديات او من هيك جنود ان احاول اخلي اسوي شوية تنوع. اعتذر لان ما جاي القى هجمات تاون هول 8 وتاون هول 10. اللي عنده هجمات يكتب لي اياها، يكتب لي الهاشتاج مالك انا بالوصف. هسه مثل ما شفنا الجيش، مثل ما شفنا الجيش مالتي الخنفلاقي الفتشي الفتاك، نروح ندور على خصم. انا اتوقع ممكن انه راح يصير مسح، يعني هيك جيش قوي ممكن بكل سهوله امسح تاون هول 8 تاون هول 8 تاون هول 9، ممكن بكل سهوله امسح تاون هول 9 ماكس اذا الفالكيري ما شطحت عندي. خلينا نشوف شو ممكن راح يصير بهذا الهجوم. كتبوا لي كتبوا لي ايش تتوقعون. باعوا الموارد، يا الله، باعوا الموارد الخنفشارية. يعني ما راح اعوفه ابد. احسن شيء ممكن اجربه براسه الاستراتيجية. فانا ايش راح اسوي؟ راح انزل فالكير هنا، وانزل هاي الثانية، انزل 2 هنا. خلينا نشوف ايش راح يصير. وراح انزل 1 هنا، انزل فالكير الدعم والمفجرين. طبعا اللي سأل هسه فاعل ايش راح اسوي؟ ننزل كل الفالكيريز. يا بيبي انطلقوا، اريدكم تتوحشون. فاحنا هسه بما انه هنا اكو كمية دفاعات كبيرة نطيهم الريج. يلا اريدكم تاكلون القاعدة. لاحظوا الفالكيري دا تسوي، دا تملخ بالقاعدة. انا بطل، ماكو هيك موارد من زمان، محروم والله محروم. انا ما احتاج الموارد بقريتي الاساسية. شوف الفالكيري، الجيش يتوزع بصورة خرافية يمنى ويسرى. الملكة، الفالكيري، لا ليش طلعن برا؟ ليش طلعن الفالكيري وينهن؟ عندي كمية خرافية من الفالكيري، قاعدة مهجورة مفولة العينها موارد. يس، هجمة الموارد احسن جيش ممكن تهزم بيه بهيك موارد. تضمن انه كل الموارد راح تجيك دفعة واحدة. نطيبلت الملكة، باع الفالكيري. لا طقون بلايك، لايك كبير هيك حيل. اريدكم تحرقون الدقمة مال اللايك، الزر مال اللايك. 98%. يس احلى 3 نجوم الموارد الخرافية. موارد 1,033,000.
يعني ما اتصور اكو هيك افضل من هيك استراتيجيه، ما اتصور اكو افضل من هيك موارد. يس موارد وبس. النوبة حصلت فوقها 140 الف. شنو هالحظ؟ لا اليوم اني محظوظ. طقوني بلايك، يلا بسرعه بسرعه نزلوا على دقمه اللايك. استمتعت يا يمه، ما توقعت ابد. باع الموارد، باع الموارد مسح بوقت قياسي. خلينا نشوف الوقت اللي مسح بيه، خلينا نشوف الوقت اللي انمسح بيه. انمسح بدقيقة ونص، مسحته بدقيقة ونص. كفو والله يا الفالكيري، عاست ايدي واني بطل. استمتعت. اذا عندكم هيك جيوش اكيد تركوا لي اياها بالكومنتات، كتبوا لي اياها بالكومنتات. شو تحبون تشوفون بالمقاطع الجايه. ومره ثانيه اللي عنده جيش مميز، او العفو اللي عنده، اكيد اللي عنده جيش مميز يكتب لي اياه بالتعليقات. وايضا اللي عنده هزمات تاون هول 10 تاون هول 8 يكتب لي اسم الكلان او الهاشتاج، يكتب لي الهاشتاج افضل حتى ادخل قبل على الكلان. وانتظروني بالمقاطع الجايه. لا تبخلون علي باللايك والاشتراك والتعليق، وسووا شير للفيديو يم اصدقائكم، خلي يجربون هاي الفكره. نشوفكم بالمقاطع الجايه. بيس.